غنى في اماكن كتيره متعدده، من اب يمني وام مصريه. عمرو اليماني، ازيك يا استاذ محمد؟ ازي حالك؟ تمام الحمد لله. سلام. الله يسلمك. يلا بقى قول لي، بدات ازاي الحكايه دي؟ الغنى جه معاك ازاي؟ والله الاول بقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبشكر كل اصحابي اللي وقفوا جنبي وكل الناس اللي ساعدتني في حياتي. هو الموضوع في اوله والله انا كنت في المعهد، فليا صاحبي اسمه اسلام، هو من قال لي اول واحد قال لي انت صوتك حلو. انت درست نظم معلومات بكالوريوس؟ معايا بكالوريوس نظم معلومات. تمام. دراسات نوعيه. فلما سمع صوتي وكده كنت بيني وبين صحابي كنت بغني. فاول مره غنيت في حياتي قدام جمهور كان على مركب القناطر، فكنت طبعا محروق جدا جدا. انت لسه كنت يعني خجول بقى، مطلع العشرينات ولا يعني كان عندي 18 سنه 18. ساعتها. فكنت ساعتها خجول جدا وبخاف جدا. فالحمد لله بقى تعمقت في كان الموضوع. في المايك كده على المركب ولا كنت بتزعق عشان تسمع الناس؟ لا كان مايك، كان دي جي. فغنيت اغنيه كان واحد صاحبي كاتبها لي، فغنيتها وعجبت الناس الحمد لله ودخلت طبعا قناه النمر وقعدت خدت مركز تاني. والحمد لله بشكر طبعا مستر عصام الكردي اللي هو اكتشفني، عشان لفيت كتير وتعبت كتير. وانت طبعا عارف مصر هنا مفيش منتجين بتصرف على حد، كل يقول لك طبعا فلوس ومش فلوس. طبعا انت عارف الحياه المصريه. ما انا هتكلم معاك في حكايه الانتاج تحديدا الوحيد اللي وقف جنبي بجد بعد ربنا يعني مستر عصام الكردي، وانا بشكره جدا. وبشكر خالي طبعا اللي وقف جنبي، وبشكر كل اصحابي اللي ساعدوني. طب يعني عمرو، مشوار المطرب دلوقتي هو في ناس يعني بيتوفر لها ناس بيروحوا مثلا مسابقات العربيه والدوليه، تمام، ومن اول ظهور بيروح يعيش معاهم شهر او 2 أو 3 وبيحاولوا يوضبوا منه يعني، وبيرجع نجم. بيرجع نجم الاسبوع اللي هو بيعقب المسابقه تماما، لكن بعدها بشويه في ناس بتنزل تاني بيختفوا. بيختفوا، وفي ناس بتستمر شويه. ايه تعليقك على الحكايه؟ بص، هو موضوع المسابقات دوت اولا هو بيشهر بعض الناس، يعني في ناس منه اتشهرت وبعد كده تلاقيهم نزلوا، يعني ما تسمعش عنهم اي حاجه تاني. يعني انا لما خدت مركز تاني في قناه النيل نوعات، المسابقه عامه ما كملتش، فانا اختفيت. تمام. فلما اختفيت لو غيري برضه اختفى برضه في مسابقه او في حاجه مش هيلاقي فرصه. فالفرصه الوحيده اللي انا لقيتها قدامي فمسكت فيها. طيب في شركات يعني نشطه جدا، شركات انتاج فني، وبنشوف كليبات كتيره على يعني ربما عشرات القنوات. طبعا دلوقتي بقى في شروط جديده انك تلتحق بمكان، بتيجي ازاي الحكايه دي؟ حاولت المحاولات دي؟ بص والله انا حاولت كتير ورحت الناس كتير، كل اللي اروح لهم يقول لي انت وجه جديد، ما ينفعش اللي انا اصرف عليك. ما ينفعش اللي انا غامر بيك في الوقت دوت. انت مين عشان انا غامر بيك؟ هم دماغهم كده. طب ما انت لو اسم مش هتحتاجه يعني، ما هي والموضوع على فكره لو موهبه جامده هو المفروض يستغلها، زي ما مستر عصام الكردي استغلني وكمل معايا وغامر بيا. يعني انا عملت كليب بمصر الغاليه وغامر بيا في وقت صعب جدا. انت ذعت الكليب ده في اتذاع على قناه مزازيك وغنوتي وكذا قناه. هو وطني. وبرضه كان طب المستر تحمس لصوتك وهو كان عايز يؤدي رساله او يقدم رساله وطنيه في اللحظه دي. بص والله انا اول ما رحت لمستر عصام طبعا قابلني بكل روح، وطبعا انا عجبته كصوت، والحمد لله كمل معايا، وان شاء الله على السنه الجديده في شغل جديد معاهم ان شاء الله. طب ما يعني سمع المشاهدين حاجه كده. رجعونا عنيك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع بيحسبوني ازاي عليا، اللي
شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع وبيحسبوه ازاي عليا من اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع وبيحسبوه ازاي عليا انت عمري انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح اللي ابتدى بنورك صباح اللي ابتدى بنورك انت عمري. تمام. الاصوات القديمه بشكل عام انت عديت عليها. طبعا انا بعشق عبد الحليم طبعا، وبعشق ام كلثوم، بعشق ورده، نجاة. ده العربي. طب حاولت تتعلم المزيكا؟ لانه هو اللي حصل دلوقتي من المطرب، في قابلنا ناس كتير بيبقى بيغني وربما يلحن وطبعا بيعزف آلة. حاولت تعمل دراسات حرة او أكاديمية مثلا في اي مكان متعلقة بالمزيكا؟ انا بصراحه عمري ما درست مزيكا، مش شرط الدراسه، يعني الدراسه مش متعلقه بنجاح المطرب. نجاح المطرب متعلق مثلا بالكاريزما قدام الجمهور بتاعه، بصوته، بشخصيته على المسرح، مش بالدراسه خالص. يعني هي ربما الدراسة تساعدك في الدراسه الاختيارات بتساعد في الاختيار الاغاني او في اختيار توسيع الالحان. المجال، تعرف على ناس كتير، كمان تبقى قريب بشكل اكاديمي. يعني فكره النوتة والمقامات الموسيقيه طبعاً. وغيرها، ولو عزف آلة ممكن تستغنى في المستقبل شويه عن ملحن مثلا بيطلب طبعاً. فلوس، شركه في بتطلب. مغنيين كتير بتعرف تلحن وبتعرف توزع، بتوفر لنفسها حاجات كتير جدا. طيب ايه من الاغاني اللي انت حافظها تاني؟ ما تسمعنا الاغنيه الوطنيه اللي انت. مصر الغاليه. يلا. هقول حته صغيره منها كده. مفيش مشكله. شفت مصر الغالية وحب مصر الغالي، رايتك دايما عالية وترابك يا حلالي، حب البلد دي جننك ومن ده اللي ما يحبهاش، دي كل حاجة بالنسبة لي، لو تعرفوا البلد دي زيي وتشوفوها بعيني كنت تحبوها اكتر مني وتحسوا بحنيني، فيها امي وحبيبتي وعيالي، ابويا واخواتي صحابي وجيراني، وحب قديم على بالي على بالي على بالي. جميل. بعد الثورة يا عمرو في مصر والوطن العربي، الفن ارتبط شوية بأحداث الثورة، فلقينا كليبات كتير فعلا بتعبر عن أحلام الناس والشباب، علاقة الوطن بالناس، علاقة الناس بالوطن، وخدم على بعض الفرق تحديدا. يعني شفنا كذا كليب وشفنا عودة لكذا مطرب كانوا مختفيين طلعوا مثلا مع بعض كده 10 يمكن 10 12 واحد مع بعض. دايما لما بتحصل احداث كبيره بتقوم الفن. طبعا زمان بقى كان الفن بيقوم احداث، طبعا كان متعلق باحداث البلد. شهداء يموتوا، كليب عن الشهيد برضه يصحي. يعني ممكن الاغاني بتظهر حاجات كتير قوي في البلد احنا ممكن مش حاسين. في فرق طالعه في السوق دلوقتي موجوده، البعض متحفظ عليها والبعض معجب بيهم، بيقولوا هم مجتهدين وجابوا كلام غريب وايقاعات غريبه وليهم جمهورهم، ما نقدرش ننكر. زي ما المطرب الفلاني ظهر واتشتم في الصحف والمجلات، لكن في ناس دافعت عنه قالوا ماله ده راجل كويس، فلان وفلان وفلان. دايما بتلاقي اللي طالع جديد مرفوض من ناس ومحبوب عند ناس تانية. تمام. الموجة الجديدة ده ايه رأيك فيها في الغنى؟ بصراحة أنا شخصيا مش عجباني خالص، لأنها بتهدف يعني الشباب اللي طالع، الشباب الصغيرة الجيل اللي طالع
بيسمع منهم، تلاقي الولد ماشي في الشارع بيغني اغاني بكلمات ما ينفعش تتقال، ايوه ما ينفعش. يعني فين كلمات ام كلثوم او حليم حافظ من الكلمات دي؟ ايه اللي هيعبر في الوطن اللي ماشي دلوقتي؟ بس الغريب ان هم نفسهم بيعترفوا ان احنا يا جماعه بنقدمش فن زي ما انتم فاهمين وطرب، احنا حاله كده وبنعبر عن ناس تحت خط الفقر وتحت لو ما خط بيقدموش، العشوائيات، وده موجود في الحاره بس انتم مش واخدين بالكم، احنا بنطلعه وبنقوله. لا هو لو ما قدموش فن يبقى بلاش منه خالص. مم. لو الفن هابط ما بلاش منه خالص. طب والايقاعات اللي هم بيعملوها والمزيكا واستخدام بس ده غلط على الجيل الجديد اللي طالع. يبقى الرساله من ورا الفن دي هتبقى مدمره ومؤثره بالسلب، طبعا مش مفيده. طبعا ممكن نفرح بيها يومين لكن المردود السيء بتاعها هيكون اكبر. 3/4 الجيل اللي طالع اتدمر بالاغاني دي. 3/4. وبداوا يسافروا بره وناس بص هو الموضوع نصيب. وهو النصيب دي يعني انت عارف الحرام لما طلع المواسير بيقول يا مسهل يا رب يعني. هي دي مصر دي حاجه غريبه اصلا. يا رب اسرق كويس. مصر دي حاجه غريبه. طيب بيقولوا لنا الوقت قرب يخلص علشان ما هيبقى بعدين على طول اذان المغرب، سمعنا بقى حاجه. انا ههدي اغنيه للمنتج بتاعي. مفيش مشكله يلا. عشان هو طبعا واقف جنبي واول واحد واقف جنبي، فان شاء الله هجيله اغنيه. طول ما انا وياك ما بخافش من الايام ولا بعمل ليها حساب. طول ما انا وياك حسيت بحلاوة الحب وبغلاوة الاحباب. اوصف لك ايه؟ انا حاسس اني بعيش وياك في الجنة، وانت اللي معاك حسيت بقلبي ارتاح خلاص واتهنى. طول ما انا وياك. جميل. بتأثر انت على طول. طيب خليني اسألك، والدك يمني. يمني وجدودك من ناحية الأب يمنيين. تمام. لكن أنت والدتي مصرية. والدتك مصرية ومقيم ومولود في مصر وما سافرتش اليمن. لا عمري ما سافرتها. لكن برضو كده في حاجات نفسية تربطك بجذورك، ما حاولتش تقرب ناحية التراث اليمني في مرة، تعمل ميكس كده علاقة ما بين الفن في مصر وهم عندهم غنى كويس في اليمن؟ بص طبعا شرف ليا ان انا والدي يمني، وانا نفسي طبعا ازور اليمن والله، ونفسي اعمل حاجه كتراث يمني، وان شاء الله الفتره الجايه افكر في حاجه زي كده. بامكانك تختم بحاجه بقى دلوقتي وبالنسبه لي انا اشوفكم على خير، واسمعوا عمرو اليماني اخر حاجه هيغنيها ونقفل معاه. عيون القلب سهرانة ما بتنامش، لا أنا صحية ولا نايمة، ما بقدرش تبات الليل، تبات سهران على رمشي، على رمشي مدى النوم، وهو عيونه بتشبع نوم، وما رمشي مدى النوم، وهو عيونه بتشبع نوم. روح روح يا نوم